أبارك لكم الانتصار وتأهلكم إلى دور الثمانية. يبدو أن الفريق الهلالي استفاد من الدرس السابق من فريق الشعلة في المباراة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، يعني ممكن احنا من المباراة السابقة مباراة النهضة كنا محتاجين الفوز، يعني بغض النظر عن أي شيء. الحمد لله الفوز جاء، الفوز إن شاء الله يجيب فوز. اليوم يمكن ما كنا، يعني جتنا يمكن 10-20 دقيقة ما كنا بالصورة، والحمد لله يعني إن شاء الله الهلال راجع إن شاء الله. بصراحة كابتن، يعني لعبتم مباريات عديدة، ولكن أتحدث تحديدا في هذه المباراة كنتم بحاجة للثقة الفنية تحديدا. أتحدث كمستوى فني. شاهدنا اليوم الهلال مغاير عن المباريات السابقة. زي ما قلت لك، يعني احنا كنا مباراة النهضة محتاجين الفوز. الفوز هو اللي يرجع الثقة لأغلب اللعيبة يعني، والحمد لله يعني شوف هذا امتداد لمباراة النهضة، وإن شاء الله للمباريات القادمة يعني. فايز، اعذرني، هو سؤال يتكرر دائما، ولكن في كرة الهدف يمكن 9 لاعبين متواجدين من الفريق الهلالي. كرة هد من لاعب الشعلة، أنت كنت حتى بعيد منها خروجك. والله شوف الحمد لله حدث اللي حدث، يعني أخطينا كلنا في الهدف سواء كحارس أو كاللعيبة اللي كانوا متمركزين. يعني الحمد لله، يعني الأهم بعد الهدف رجعنا وقدرنا نسجل الثاني والثالث، الثالث والرابع. هذا هو الأهم. إن شاء الله بالنسبة للأخطاء يعني اليوم يسمحون لنا إن شاء الله، وبإذن الله المباريات القادمة أن الأشياء هذه كلها تزال إن شاء الله بإذن الله. أنتم ذهبتم إلى دور الثمانية، الوحدة ولا الرائد؟ مباراتهم يوم الاثنين. والله اللي يجي الله يحييه، يعني كلهم ناديين كبار، والفريق البطل يستعد لأي فريق يعني جايه. يعطيك العافية. شكرا أخوي، شكرا.